في فيديو قبل كده وضحت لكم ليه في الشكل الجمالوني ده او الشكل الهرمي ده داخل الاهرامات، من خلال فيديو لمهندس جميل جدا، مهندس اردني اسمه محمد. عمل فيديو وضح ليا النظرية دي وللكثير بدون حتى ما هو يعرف، هو بس بيقول معلومة انشائية او معلومة عن البناء هو درسها، لكن هي اصلها مصري لان هي موجودة في الاهرامات، مش موجودة قبل الاهرامات، لا الاهرامات هي اللي وضحت النظرية دي. فالباشمهندس محمد كنت هقول استاذ الباشمهندس محمد بعت لي فيديو تاني، وسبحان الله الفيديو التاني وضح لي ليه في الطبقات دي فوق بعضها. عايزين تعرفوا ليه؟ تعالوا اوريكم الفيديو واقول لكم. اهو الفيديو اللي فات فسر لنا ليه المصري القديم عمل الطبقات دي هنا. ما هو يا جماعه انا زعلانه ليه من المهندسين المصريين ان انتوا ما وضحتوش هذا الامر، انتوا ما وضحتوش، انتوا استغربتوا بس وخليت الناس تشك ان الحضاره دي بناها المصريين القدماء. لا، بنوها. اهو هم عملوا فيديوهات جايبه مشاهدات علشان يثبتوا ان اللي بنى الاهرامات مش مصريين ومش مصريين قدماء، هم عايزين يرجعوهم للناس اقدم. فانا عشان كده زعلان من المهندسين المصريين ان هم ما عملوش خالص فيديوهات بسيطه كده بتوضح لنا حاجات موجوده في الاهرامات عندنا. طيب نسال السؤال، ليه دي موجوده هنا ومش موجوده هنا؟ طب دي ليه مش موجوده فوق؟ ليه موجوده في الحته دي بس؟ تعال اقول لكم، لان هنا في غرفه الملك، صح؟ في تجويف. طيب التجويف ده هيبقى المنطقة هنا ضعيفة، فاحنا عايزين المنطقة دي تقوى في ان احنا نعمل فوقيها الموضوع ده ونعمل فوقيها الموضوع ده اللي هو زيادة امانين علشان ما يحصلش زلزال فالهرم يقع، ولو حصل ان في حاجة وقعت فهيكون الكساء الخارجي فقط مش الهرم ذات نفسه، لان لو حصل زلزال والحتة دي مش متأمنة الهرم هيقع من جوه، فالهرم هيقع من بره. فلا، لازم يحصنوا الحاجه اللي من جوه ويحصنوا ويأمنوا غرفه الملك وغرفه الملكه، عشان هما دول التجويفين اللي جوه الهرم اللي المفروض يتم حمايتهم. فهمتوا؟ فعشان كده شايفين التصميم البسيط ده عشان بس لو حصل زلزال الهرم ما يقعش او يهيل او ايا كان السبب ما يقعش. عشان كده المصريين القدماء العالم كله يدين ليهم بوضع هذا العلم داخل الاهرامات. فعشان كده لما حد يجي يقارن اهراماتنا باهرامات ايا كانت في ايا كانت القاره باهرامات تانية، فانا اسفه، الاعجاز ده مش موجود غير في الاهرامات المصريه، لان المساله مش مساله ضخامه، والمساله مش مساله كبر او كبر، لا المساله مساله علم. تعالوا بقى اوريكم فيديو اخير لنفس الباشمهندس عشان تعرفوا ليه الشكل الجمالوني ده مهم جدا داخل الاهرامات المصريه. ها بقى، الباشمهندس محمد جن ولا فضائي ولا ايه، ولا جو في الارض ولا ايه؟ انسان عادي جدا وضح نظريات موجودة في الاهرامات المصرية عادي جدا، ان هو لو عمل نفس التصميم بس على اكبر هيتعمل عادي.